السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعمل غدا مع بعض وفي نفس الوقت عزومه، وهقول لكم يعني لو في عزومه مفاجاه كده تعملي ايه. بصوا، جبت حله كده على النار، حله ضغط، ومليتها ميه وهحط فيها كده بطايه. كان عندي بطايه في التلاجة وقلت ايه، هطلعها بقى واعمل بيها العزومه النهارده. وهحط معاها بقى البصل والثوم والتوابل، ورق لورا بقى وسماق وكمون فلفل اسود. التوابل اللي عندك، بهارات مشكله، التوابل اللي عندك اعمليها. عايزه اقول لكم ان انا تاني مره اعمل مونتاج للفيديو ده. كنت بعمله من شويه مونتاج دي لي ساعه، وفجاه بعد ما سجلت الصوت لقيت الصوت مش مسجل. فطبعا كنت هتشل طبعا لان المونتاج ده متعب جدا وبياخد وقت معانا. ف كنت مصدقت خلصت، كان اديلي ربع ساعه بتكلم على الفيديو وكده وبعمل له مونتاج وفجاه لقيت الصوت ما تسجلش. فيعني كنت زعلت قوي. فيلا انا بسجله تاني اهو. وحطيت روزماري كده في الشوربه مع التوابل اللي انا قلت لكم عليها. وطبعا كام فص توم كده وملح ورشه سكر علشان يسرع لي التسويه. ونقفل بقى الحله ونحطها على النار تستوي كده مع نفسها، ان شاء الله مش هتاخد وقت. انا عملتها في الحله الضغط عشان الحله الضغط عندي كبيره، وفي نفس الوقت عشان تشيل البطه كلها، ولان انا مكنتش هقطعها زي ما انتم شايفين كده سليمه. وفي نفس الوقت عشان ما تاخدش معايا تسويه، يعني ما تاخدش وقت. غطيتها كده وهحطها بقى على العين الكبيره. ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه جنبها. ان شاء الله النهارده هنعمل سفره جميله وهتشرفني ان شاء الله قدام عيلتي الحلوه دي وان شاء الله هسد باذن الله. جبت حله كده على النار وحطيت فيها معلقتين من الزيت، وهحط كده معلقه سمنه علشان الاكل ما يجمدش لان احنا دلوقتي في البرد. وهجيب كده بصلايه مقطعه مكعبات واشوح بقى البصلايه لحد ما يبقى لونها ذهبي. والنهارده ان شاء الله هعمل بسله. بحب اعمل البسله بالبطاطس والجزر، فاهميني؟ يعني مش جزر وبسله بس، لا، جزر وبسله وبطاطس. بتبقى طعمها حلو قوي واحنا متعودين عليها كده واحنا صغيرين، ماما كانت بتعملها لنا كده. فانا بحب اعملها كده. فانا هخلي بس البصله كده تاخد لون ذهبي، وبعد كده اشوح البطاطس والجزر والبسله معاها. بصوا، اول ما خدت ما بدات تاخد لون ذهبي اهو، نزلت كده بالبطاطس والجزر. وهجيب البسله اهو كده ونقلب بقى لحد، بصوا معلش، هي على فكره البسله لونها اخضر بس عشان فاتحه الفلاش، فلونها فاتح شويه في الفيديو. بس هي لونها غامق زي ما انتوا شفتوا من شويه كده، كان لونها اخضر وحلو. وهي اوريدي لونها اخضر. فهقلب كده لحد ما الاقي البسله معانا دبلت. و... وبعد كده هسقيها بعصير الطماطم. تمام. الطريقه دي حلوه جدا وبتخلي طعم البسله حلو قوي. وطعم الصلصه بتبقى طعمها حلو احسن ما تسبكي الطماطم مع البصل. فاهميني؟ بعملها كده على طول، ماما كانت بتعملها لنا كده على طول واحنا متعودين عليها كده. بيبقى طعمها حلو قوي وكمان بتبقى خفيفه ولذيذه. يلا بنجيب الطماطم. بصوا، حطيت بقى كده عصير الطماطم واقلب وهحط بقى التوابل بتاعتي. آه، هنحط بقى البابريكا عشان الطماطم زي ما انتم شايفين كده لونها فاتح. هحط كده معلقه بابريكا وسكر وملح. السكر ده رشه يعني مش كتير، عشان بس حموضه الطماطم. وملح وتوم باودر بقى وبصل باودر وبهارات مشكله. وبألف هنا وشفا. وهزودها كمان مغرفتين كده من الشوربه. البطه معايا استوت فروحت نزلتها، ما خدتش معايا تسويه خالص. فروحت نزلتها وهاخد كده مغرفتين، بدل ما ازودها ميه ازودها ايه، شوربه. وهخليها بقى تستوي كده. هنقلها من العين دي على العين اللي جوه دي وايه واعمل بقى حاجه تانية على بال ما تستوي. فاهميني؟ يعني اشغل البوتاجاز كله كده مره واحده علشان ما ناخرش في الاكل وفي نفس الوقت عشان ننجز. يعني بحط كده، شايفين ما شاء الله الشوربه صافيه وطعمها حلو قوي وجميله. معنى انها صافيه ان الحاجه البطه كانت نظيفه وجميله. نقلب كده وبعد كده بقى ننقلها على العين التانية ونسيبها تستوي. جبت بقى حلة تانية كده على النار وحطيت فيها كده معلقتين من الزيت، كان اخر شوية في الازازة. فقلت ايه، هعمل رز بقى النهاردة بالشعرية وهزود كده سمنة مع الزيت. واجيب بقى شعرية واحمرها. انا بحب الرز الشعرية بتاعته تكون كتيرة شوية. بس هي مش ما تبقاش كتيرة اوفر، بس بتبقى ايه، بتبقى معقولة يعني. فاهميني؟ ما تبقاش قليلة. ونحمر كده الشعرية
عايزين مادة دهنية تاني. هجيب بقى سمنة، معلقة سمنة كده علشان ايه الشعرية ما تتحرقش. واحط بقى معلقة سمنة معاها اهو كده علشان الشعرية ما تتحرقش. ونقلب بقى لحد ما ايه ونخلي بالنا عشان النار عندي عالية، نخلي بالنا من الموضوع ده. ونقلب بقى لحد ما الشعرية تبقى لونها ذهبي. ونخلي بالنا من موضوع الشعرية علشان بتتحرق بسرعة، تخلي لونها ذهبي غامق علشان لما بتستوي بتفتح، فاهميني؟ بيبقى لونها فاتح شوية. فانت خلي بالك ما تخليش لونها ذهبي فاتح، لا خليها لونها ذهبي غامق بس، اوعي تحرقيها. وعلشان لما تستوي تبقى لونها ذهبي فاتح وحلو. وانا هوريها لكم بعد ما استوت كانت شكلها عامل ازاي بقى، وكانت جميله اهو. بصوا اللون ده حلو جدا جدا. وسايبه كده البسله تستوي على جنبي اهو على العين التانية، ونشوف هنعمل ايه تاني. شايفين نزلت كده بالرز، الرز ده مغسول آليا، ما غسلتوش انا، هو مغسول جاي مغسول تمام. فبقلب كده، شايفين الشعريه لونها جميل جدا مع الرز ازاي، حلو قوي. هحمر بقى الرز كده معاه وانزل واضيف له بقى الملح. شايفين البسله، اضيف له بقى كده الملح. ونخلي بالنا عشان احنا حاطين ملح في الشوربه، احسن الاكل يبقى حادق. ونقلب كده لحد ما نلاقي الرز بيخربش كده في الحله. وبعد كده نسقيه بقى بالشوربه بتاعتنا الحلوه دي. تمام كده. هجيب بقى الشوربه اهو. الشوربه طبعا مغليه وسخنه، ما ينفعش ننزل على الرز بالشوربه بارده خالص، لازم تكون مغليه وسخنه علشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو. شايفين ما شاء الله الشوربه لونها اصفر وجميل جدا، ولونها صافي كده وجميله، شايفين ما شاء الله. ونخلي بقى الشوربه ايه تغطي الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها بقى على العين الكبيره دي تغلي غلوتين. واول ما الاقي الرز بدا يتشرب هنقله على العين الصغيره ووطي واسيبه بقى يتردد كده ويستوي على مهله علشان يطلع مفلفل ومش معجن، وفي نفس الوقت ما يلزقش مني في الحله. ودي طريقه حلوه قوي للرز وتسويته. بصوا بقى البسله ما شاء الله بدات تستوي تمام كده. هنقل بقى الرز على العين الصغيره ونعمل الملوخيه. هعمل النهارده ان شاء الله ملوخيه خضراء. فجبت كده زبده، زبده بلدي وزيت الريمه دي، لان الزبده زبده مش سمنه، فاهميني؟ فالزبده البلدي مش بتبقى مستويه. فهقلب كده مع الثوم لحد ما يبقى لونه ذهبي. وبعد كده بقى ايه هضيف الشوربه. طبعا انا بشوف التوم في المعلقه بطلع كده، شايفين اهو بدأ يبقى لونه ذهبي، شايفينه؟ انا شايفاه في المعلقه اهو لونه ذهبي وجميل. هنزل بقى كده بالشوربه اهو كده تمام قوي. ونكتم بقى الشوربه كده الاول، وبعد كده هكمل بقى الشوربه واسيبها تغلي. انا بكتم الشوربه كده مع التوم علشان الريحه تفضل موجوده في الملوخيه. حلو قوي. بصوا غليت اهو تمام. هضيف بقى باقي الشوربه، وما نزودش شوربه كتير. يعني في الاول نحط شوربه، يعني مثلا انت عامله ملوخيه مثلا نص كيلو، حطي مثلا قد ربع الحله شوربه. وبعد كده خليها تغلي. ولما تيجي تضيفي الملوخيه لو لقيتي ان الشوربه بتاعتها قليله ومحتاجه شوربه زودي. لكن ما تزوديش الشوربه من الاول عشان الملوخيه ما تبقاش احسن تكون قليله ولا حاجه والشوربه كتير عليها فتسقط منك، فوقتها مش هيبقى لها حل. بصوا اهي اول ما الشوربه غليت هنزل كده بالملوخيه. الملوخيه انا فرمتها النهارده في الكبه علشان ما فيش وقت ان انا اروح اخرط، فايه سريع سريع كده. وبالمضرب بقى بسرعه على نار هاديه. ونقلب كده علشان الملوخيه تفك معانا في الشوربه. الملوخيه دي طازه مش مفرزه ولا حاجه، انا لسه عاملاها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. ونخليها تفك كده، شايفين؟ انا الحمد لله بحب بظبط الشوربه بتاعه الملوخيه من قبل ما احط الملوخيه. يعني دي طبعا خبره، فبظبطها يعني بعد ما بحط الملوخيه مش بحتاج شوربه، لان انا بظبط من الاول بعناية، فاهميني؟ فاللي لسه ما تعرفش ويعني مش بتعرف تظبطها
زي ما قلت لكم ما تزوديش الشوربه من الاول. حطي حبه شوربه على قد كده، يعني قد ربع الحله لو عامله نص كيلو. وبعد كده حطي الملوخيه، لو لقيت ان الملوخيه تقيله ومحتاجه شوربه زودي شوربه. تمام. بصوا بقى ما شاء الله الملوخيه لونها اخضر وجميل جدا، ولونها وناعمه كده، الخرطه بتاعتها مش خشنه. وبرده وانتي بتعمليها في المخرطه نعميها، ما تخليهاش خشنه. وفي نفس الوقت ما تعمليش الورق بتاع الملوخيه بالعروق بتاعته، اعملي الورق بس. في ناس بتخرط الملوخيه بالعروق، يعني بتاخد عرق كده صغير مع الورقه، فاهميني؟ لا دي مش حلوه خالص. اعملي الورق بس عشان تطلع معاكي ناعمه زي ما انتم شايفين كده. انا ما بحبش اعمل بالعروق دي خالص. على فكره كمان الملوخيه المتفرزه اللي هي بتاع السوبر ماركت، جبتها مره واحده بس في حياتي، كان حد جايبها ومش انا كمان. وندمت ان انا عملتها، كانت بالعروق بتاعتها، ما كانش يعتبر يعني حسيت انها ما فيهاش ورق. بصوا دي البسله واستوت ما شاء الله. وشايفين بقى الرز، شايفين الشعريه لونها دهبي وجميل ازاي. تسلم ايدك يا شيف شيماء، بجد. الشيف شيماء دي زي العسل، اللي هو انا طبعا. شايفين ما شاء الله الملوخيه حلوه ازاي، لونها اخضر وجميل. شايفين والعرق بتاعها حلو قوي، لا هي تقيله ولا هي خفيفه. انا عندي هنا كل اللي بياكل من ايدي الملوخيه يعني بيعشقها، ويعني مش بيحسوا بطعم الملوخيه غير عندي الحمد لله، جوزي واخواتي واي حد بياكلها من ايدي. بصوا بقى الرز الشعريه، الرز مفلفل وحلو قوي. وكمان الشعريه لونها ذهبي مظبوط، يعني لا هي غامقه ولا هي فاتحه. يعني دي طبعا نتيجه خبره كبيره جدا في المطبخ الحمد لله. يعني في ناس كتير قوي بتشتكي لي احنا الرز بيطلع معجن، الشعريه بتطلع غامقه. طبعا الشعريه لما بتغمق الرز بيغمق، فده برضو مش حلو. وفي ناس تقول لي الرز بيلزق مني في الحله، بيطلع نصه في الحله، ده برضو عيب تسويه. في واحده تقول لي طب انا يا شيماء هسوي الرز على نار هاديه، او ما هو طبيعه تسويته على نار هاديه، فلازم تسويه على نار هاديه. يعني احنا يعني فاهميني؟ يعني لازم نسويه على نار هاديه. بصوا بقى الملوخيه ما شاء الله جميله جميله جميله. انا بعشق الملوخيه صراحه، مع اني ممنوعه منها صحيا، بس يلا الحمد لله. بصوا الملوخيه لونها اخضر وحلو قوي. نورت لكم الفلاش عشان تشوفوا برضو لونها بالفلاش ومن غير الفلاش، الاتنين لونهم اخضر وزي العسل، سواء بالفلاش او لا. شايفين؟ بس من غير فلاش بطبيعتها اهو، لونها اخضر وزي العسل من غير فلاش ولا اي حاجه ولا اي اضاءه. شايفين ما شاء الله. يلا بقى نقدم الاكل بتاعنا على السفره ونشوف عملنا ايه. بصوا بقى حمرت البطايه زي ما انتم شايفين كده، سليمه بتبقى شكلها حلو. وقدمت الرز في السرفيس كده، وحطيت الملوخيه والبسله زي العسل. شايفين الملوخيه منوره، بجد انا الملوخيه دي العشق. شايفين الملوخيه لونها اخضر وجميل ازاي. وكان عندي فلفل وخيار، رحت قطعت كده فلفل وخيار يعني عشان ما عملتش سلطه. وبألف هنا وشفا. بجد يوم النهارده كان حلو قوي، وكنت مبسوطه خالص وانا بعمل الاكل. طبعا لما بتعملي الاكل بحب بيطلع منك جميل وزي العسل، ومفيش حاجه بتبوظ منك. بألف هنا وشفا. واتمنى النهارده فيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو في اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي رايكم ايه في الفيديو النهارده، وعجبكم ولا لا. انا عن نفسي عجبني قوي النهارده، لان الاكلات اللي انا عملتها حلوه قوي وعجبت الناس اللي اكلت. وبألف هنا وشفا، مطرح ما يسري يمري. ويا رب دايما بيتي يكون مفتوح دايما لحبايبي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.